في الفقرة دي حنتمعن بالذات في اليوم الأول من سبتمبر سنة 1969 أو ما يسمى بثورة الفاتح من سبتمبر. ففي ساعات الفجر الأولى من هذا اليوم كانت ليبيا على موعد مع تحول تاريخي غير مسار البلاد لعقود قادمة، وما زالت تعيش البلاد هذا التغير إلى وقتنا الحالي. بينما كان الملك إدريس زي ما قلنا السنوسي يتلقى العلاج في تركيا، تحركت وحدات عسكرية صغيرة بقيادة ضباط شبان لم تتجاوز أعمارهم أكبرهم 27 في بنغازي وطرابلس. تحركت الآلات العسكرية بهدوء غير معتاد، لم تطلق إلا طلقات نارية معدودة في الهواء. السيطرة على الإذاعة كانت الهدف الأول، ثم القصور الملكية والمعسكرات الاستراتيجية ومقرات الأمن. في الساعة 6:30 صباحا في هذا اليوم من الأول من سبتمبر 1969 انبعث صوت شاب من إذاعة بنغازي يقرأ البيان الأول للثورة. كان هذا الصوت لمعمر القذافي الضابط البالغ من العمر آنذاك 27 عاما، يعلن باسم مجلس قيادة الثورة سقوط النظام الملكي وقيام الجمهورية العربية الليبية. الخطاب كان مشحون بالعاطفة القومية العربية، متأثرا بوضوح بالفكر الناصري. ما لفت الانتباه هو غياب إراقة الدماء تقريبا، لم تقع مقاومة تذكر، الجيش الملكي لم يتحرك للدفاع عن العرش، كبار المسؤولين استسلموا أو فروا. هل كان ذلك لضعف ولاء المؤسسة العسكرية للملك المسن الغائب، أم لقبول شعبي ضمني بالتغيير؟ الله أعلم. هنا تبرز المعضلة التاريخية الكبرى. هل كان ما حدث ثورة شعبية أم انقلابا عسكريا كلاسيكيا من الناحية التقنية؟ هل كانت العملية انقلابا نفذه ضباط صغار دون مشاركة جماهيرية مباشرة في لحظة التنفيذ؟ كلها علامة استفهام. لكن عامة ردود الفعل الشعبية التي تلت خاصة من الشباب والطبقات الوسطى أظهرت ترحيبا واسعا. المظاهرات المؤيدة ملأت الشوارع في الأيام التالية، معبرة عن تطلعات جيل جديد للتحرر من إرث الاستعمار والنظام الملكي المحافظ. أما على الصعيد العربي كان الاعتراف سريعا ومتحمسا. مصر الناصرية كانت من أوائل الدول التي رحبت بالنظام الجديد بطبيعة الحال، تلتها الجزائر والعراق وسوريا. القومية العربية وجدت في ليبيا حليفا جديدا غنيا بالنفط. أما الموقف الغربي فكان حذرا ومتريثا. أمريكا وبريطانيا اللتان كانت لهما قواعد عسكرية في ليبيا كما سبق الذكر بموجب اتفاقيات مع الملك إدريس، راقبتا الأحداث بقلق، لكنهما سارعتا إلى فتح قنوات اتصال مع القيادة الجديدة حفاظا على مصالحهم النفطية والاستراتيجية قبل أن يتضح التوجه الراديكالي للنظام الوليد. في تلك الساعات من فجر سبتمبر لم يكن أحد يتخيل إن هذا الحدث سيقود إلى حكم استمر 42 عاما، وسيعيد تشكيل هوية ليبيا ودورها الإقليمي والدولي بشكل جذري.